السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص في الريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. النهارده مشيئة الله الخطوة رقم 2 من خطوات بناء الدايناميك موديل، وهي خطوة الويلز داتا. مشيئة الله هنعمل import البرودكشن تيبل اللي موجود معانا، وكذلك هنعمل import البرفوريشن داتا الخاصة بالآبار، وهنعمل برفوريشن او هندخل برفوريشن لبير من الابار ان شاء الله. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب انا كده فتحت الموديل بتاعنا اللي هو الارب موديل، واللي هنعمله بمشيئة الله في الفيديو ده اللي احنا هنعمل امبورت للبرودكشن داتا الخاصة بالابار بتاعتنا، وكذلك البرفوريشنز بتاعتها. عشان نعمل دوت هنفتح هنا الويلز داتا، فهنلاقيها بتنقسم هنا بقى التيبلز، ومن ضمنها التيبل بتاعت البرودكشن داتا وكذلك البرفوريشن زي ما ان شاء الله هنشوف. والاستراتيجيز هنا لما نيجي في الخطوة رقم 9 اللي هي خطوة الاستراتيجي هنستخدمها ان شاء الله، وهنعرف السكيدول عبارة عن ايه. وبالنسبة بقى للويل ديزاينر مش هنستخدمه في الكورس ده، ولكن ممكن نضطر فيه في كورس تاني بمشيئة واحد احد. فبالنسبة للتيبلز عشان نعمل import البرودكشن تيبل هنقف كده عليها الويل برودكشن تيبل، وهنيجي كده هنا نعمل import history، هندوس كده كليك على add rows ديت، وهنلاقي او هنختار من ضمن الداتا سيت يعني بتاعت الموديل دوت الهيستوري فايل. هيستوري فايل قالوا نفتحه كده نشوف هو عبارة عن ايه. فهو بيحتوي على البير، كل بير يعني من الاربع ابار، والديت بتاع البرودكشن بتاعه، والاويل ريت، والووتر ريت، والووتر انجكشن ريت. فهنلاقي اول صف كده هنا بيحتوي على الاسامي يعني بتاعت تعريفات الداتا التعريفات يعني بتاعت الداتا اللي هي داخله ديت. فدوت مش هنحتاج اللي احنا ندخله او ان التي نافيجيتور يقرا، زي ما هنشوف كده هتتم العمليه دي ازاي. هندوس على الهيستوري كده الفايل ده ونقول له اوبن. كبر بس دي كده. فهو هنا بقى بيقول لي اول حاجه هختار ديت اخليها تاب. وبالنسبه للسكيب لاينز الحته اللي احنا قلنا عليها، انت عاوز تسكيب كام لاين موجود عندك بحيث ان هو ما يقراهوش. انا عاوز اللاين الاولاني اللي هو التعريفات الخاصه بالداتا، هعمل سكيب لاين واحد. لو انا زودت السكيب لاين مثلا خليته 2، فبالتالي هيبتدي ان هو الرو دوت كمان مش هيقراه. 3 هيبقى اول 3 صفوف يعني مش هقراهم، فده اللي مش عاوز. انا عاوز بس اول صف خالص او اول لاين خالص اللي فيه التعريفات دي. هيجي بقى هو هنا زي بتريل بالظبط لما كنا بندخل التيبل، فهو بيبتدي يتعرف على الداتا تايبس ديت ويربطها بعنده. هل هي كده لينك معايا صح، ولا في حاجه مش مظبوطه؟ يعني هل الاويل ريت الويل مثلا دوت ده تمام التايب بتاع الداتا الويل، الديت كذلك الاويل ريت، الووتر ريت، والووتر انجكشن ريت. فبالتالي لو كان في حاجه هو هنا اراها مثلا يعني دي كان اراها جاز انجكشن ريت وانا دخلها ووتر انجكشن مثلا، فلازم اللي انا اصلحها له بالنسبه للداتا اللي انا مدخلها. طيب هنلاحظ بقى هنا حاجه مهمه قوي ودروب يعني بيسبب مشاكل كتير قدام في الموديل. موضوع ان هو هنا الداتا اللي انا دخلتها هو هنا قرا عمود زياده اسمه دبليو اي اف او الويل افيشنسي فاكتور، ودي بتمثل الاب تايم بتاع الابار اللي شغاله. فبالتالي انا لو سبت الوضع على ما هو عليه كده، وهنلاحظ هنا حاجه بقى هي دي اللي بتعمل مشكله، ان هو بيقول لي ريبليس ميسنج فاليو وذ زيرو. يعني لو في اي فاليو هنا حضرتك ناسيها او مش مدخلها، او نسيت مثلا تكتب ان الريت في الوقت دوت كان بزيرو، فهو هيخليها لك زيرو. طب زي الفل وتمام. طب بس هيجي بقى في حاجه زي اللي احنا سيبناه هنا اللي هو الويل افيشنسي فاكتور. لو احنا سيبنا الوضع كده، فهيجي في الويل افيشنسي فاكتور لما بيكريت التيبل زي ما هنشوف هيقول ان الويل افيشنسي فاكتور زيرو، يعني الابار مش شغاله. فخلينا كده نكريت التيبل او نعمل امبورت بالوضع ده اللي هو الديفولت بتاع التي نافيجيتور، ونشوف ايه اللي هيحصل. نيجي هنا كده ندوس اوكي. فاوريدي التيبل خلاص اتحفظ كده عندي هنا في الويلز داتا، في الويل برودكشن تيبلز.
في الويل برودكشن تيبل 1 اللي احنا دخلناه. تعالوا نقف كده عليه عشان نستعرض التيبل ده. هنيجي هنا كده نقول له select non empty columns، يعني الكولومز اللي ما فيهاش، اللي انا مش مدخلها اوريدي، ما تعرضهاش، يعني اعرف بس الداتا اللي انا مدخلها. فهنلاقي هنا الابار وهنا الديت والاور ريت والووتر ريت ووتر انجكشن ريت. في الويل افشنسي فاكتور بقى لما اقراها، لما انا سبتها فاضيه وكنت مكلك على ان ريبليس الميسنج داتا والزيرو يعني، فملاقي هنا بصفار، فبالتالي راح هو ضايف كده عمود زياده اللي هو الاوبريشن تايم. ادم الويل افشنسي فاكتور والله بتاعتك بزيرو، فالاوبريشن تايم دايز بزيرو، ان الابار بتاعتك مش شغاله. فاحنا لو كملنا بالشكل ده، بعد ما حضرتك بقى تعمل الاستراتيجي بتاعتك وتعمل رنة السيميوليشن، تيجي تبص تلاقي ان مفيش انتاج جاي لك في رنة السيميوليشن، مع انك يعني مدخل اوريدي الداتا وعامل الرولز بتاعتك ككنترول مثلا ليكويد ريت زي ما هنعمل ان شاء الله، بس مش هتلاقي اي داتا، الابار ما بتنتجش. ليه؟ بسبب النقطه دي. فلازم نخلي بالنا واحنا بندخل الداتا يعني. هنيجي كده هنا تاني عشان نصلح الموضوع ده، نقول له import history، فهنلاقي التيبل اللي احنا دخلناه دوت. فقدامنا حاجه من اتنين: لو الداتا بتاعتي اللي انا مدخلها ما فيهاش ميسنج داتا، ما فيهاش فاليوز انا نسيت اكتبها وحاطط كله بصفار وتمام، فهعمل ريبليس ميسنج فاليو والزيرو، ما تدخليش ميسنج فاليو بزيرو يا عم، واقول له اوكي. فبالتالي شال الاصفار اللي موجوده هنا، واعتبر ان ديت كده من ضمن الداتا اللي هي مش موجوده او اللي انا مدخلها عندي. او الحل التاني اللي انا هاجي كده هنا في التيبل دوت، موضوع ال WAF، اقول له والله انا عايز ده سكيب لاين اساسا ما توجدوش خالص معايا، دي مش داتا داخله، فبالتالي خلاص ما بقاش موجود، فهيقرا الداتا اللي انا مدخلها بدون اي مشاكل. وارجو بس اللي احنا نخلي بالنا في النقطه ديت واحنا بنعمل امبورت البرودكشن داتا، ان ما يبقاش كده في يعني كولوم كده موجود ما فيهوش داتا وهو بالتالي هيعتبره زيرو، وخاصه لو كان حاجه مهمه زي الويل افشنسي فاكتور ان هو هيوقف الانتاج بتاعنا. طيب احنا كده دخلنا بفضل الله وعملنا امبورت للبرودكشن تيبل، فاضل بقى موضوع البرفوريشنز. طيب التي نافيجيتور هنا، عشان بس نوضح النقطة ديت، التي نافيجيتور بيشوف الموضوع الكومبليشن ان هو برفوريشن، بمعنى ايه؟ ان اللي يهمه في الموضوع هي الكونكشن اللي موجودة ما بين البير وما بين الريسيرفوار. فهو وفقا للبرفوريشنز اللي حضرتك بتدخلها للبير، هي دي الجزء اللي يهمه، يعني مش هيهمه بقى موضوع اللي احنا مثلا هنحط الكيسنج والكيسنج طب لو ما تمدتش لتحت هيعتبرها بير في الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في البترول، وهوضحها برضو هنا بمشيئة الله. فهو اللي يهمه موضوع البرفوريشنز او الكونكشنز اللي موجودة ما بين البير وما بين الريسيرفوار. فعلشان ندخل بقى البرفوريشنز اللي موجودة عندنا، هنيجي هنا في الويلز داتا، هنيجي في الويل ستراكشر تيبل. هو باي ديفولت كده هو عامل تيبل بس ما فيهوش داتا، فحاجه من اتنين: اما نملى الداتا ديت او اللي احنا نعمل امبورت لفايل معد مسبقا يعني. فهنيجي كده في دي نقول له امبورت ايفنتس ادروز برضو، وهنيجي هنا في الفايل ده. تعالوا كده نشوف الفايل دوت فيه ايه. هنفتحه كده هنلاقي فيه الابار بتاعتنا وفي الديت بتاع البرفوريشن لكل بير، والايفنت هي عباره عن برفوريشن والتوب بيرف والبوتوم بيرف والانسايد دايمتر. هنقف كده على الفايل دوت ونقول له اوبن. نفس الكلام برضو، عاوز اعمل سكيب لاين لاول حاجه خالص، لاول لاين اللي فيه التعريفات بتاعتنا. وهنيجي هنا بقى هنلاقي اسم كل بير والديت بتاعه اتعرف عليه، الايفنت اتعرف عليه برفوريشن، التوب بيرف والبوتوم بيرف، ولكن هنا الانسايد دايمتر هو شاف ان ديت قراها راديوس، فهنغير ديت هنقول له لا دي الدايمتر بتاعتنا. ولو احنا دوسنا بقى ريبليس ميسنج مش هيعمل نفس الكلام دوت، فانا مفيش اي داتا داخله او ميسنج داتا، فهقول له هنا اوكي. فهو كده اوريدي ضاف البرفوريشن انترفالز الاربع ابار بتوعنا اوريدي، بس كان التيبل ده كان معمول ل3 مدخلين فيه زي موضوع البترول بالظبط، كنا مدخلين الداتا بتاعت 15 و26 و31، فاضل بير 33 ده ممكن اللي احنا كده
هندخله بايدينا. دي البرف انترفالز بتاعت بير 33. فهنيجي كده هنا دي ونقول له هات لنا بير 33. التايم بتاعها هو نفس التايم بتاع الابار التانية اللي هو كان 15 5 20 21. ممكن ندوس كنترول سي كنترول في هنا. التايب بتاع الايفنت نعمل برفوريشن. التوب والبوتوم بتوع اول بيرف انترفال 1417 1436. والدبس بقى هو ايه؟ ميجر دبس ولا تي في دي سب سي؟ هو اوريدي عارف ان الدبسات دي باي ديفولت، لو احنا ما اخترناش ميجر دبس هو عارف ان الدبسات دي باي ديفولت ميجر دبس يعني. والدمتر هنخليها نفس الدمتر ده. فده اول انترفال. تاني انترفال موجود عندي 1446 بير ده. نختار perforation 40 إلى 1448 ونص، صح كده؟ تمام. وهنخلي دي كنترول سي كنترول في هنا. وآخر بيرف انترفال كنترول سي كنترول في، وأقول له إن دي perforation كانت 1460 1470. كنترول سي كنترول في. اوريدي كده احنا خلاص دخلنا البيرف انترفالز بتاعت الابار كلها. وعشان نشوف موضوع البيرف انترفال ديت هنيجي كده في الجيومتري اوبجكتس، هنيجي كده الابار هنا، ودي الويل ستراكشر تيبل، وده الويل ستراكشر اللي احنا عملنا امبورت الداتا بتاعته. دخلنا الداتا بتاعت بير 33. فهو هنا زي ما قلنا ان تي نافيجيتور هيهمه الكونكشنز اوريدي اللي داخله. ولكن لو افتكرنا في بتريل لما جينا اتكلمنا على موضوع الكيسنج وموضوع البرفوريشن، وقلنا ان الكيسنج لو واقفه مثلا سي لحد هنا كده ومش مكمله تحت، وانت عامل اوريدي البيرف انترفالز دي، فالجزء اللي تحت دوت يعني هيشوفه كانه بيرفوريشن، هيشوفه كانه اوبن هول بيرف، فهيتعامل معاه ككونكشن. يعني احنا لو جبنا رنة البتريلو، ان شاء الله هنعملها في اخر الكورس يعني، لو جبنا الرنة اللي احنا جهزناها في البتريلو ورحنا واخدينها على الموديل ديزاينر او خدناها على التي نافيجيتور سيميوليشن، فهو هيشوف لو الكيسنج مش مكمله لحد تحت، هيشوف ان ديت كونكشن برضو موجود معانا. ف الكونكشنز اوريدي اللي احنا حددناها في الويلز داتا هي بس ديت اللي التي نافيجيتور هيتعامل معاها هنا، هيشوفها وهيتعامل مع الباقي ان مفيش اي كونكشن موجود عندي. فبكده نكون دخلنا البرودكشن داتا ونكون دخلنا البرفوريشنز. وعشان برضو نعرض البرفوريشنز هنيجي ممكن كده هنا في الويل سيكشنز نختار مثلا البير اللي احنا هنعرضه، ونيجي في الويل ستراكشر تيبلز. لو عرضناها كده هنقف هنا وندوس كليك يمين وكليك شمال مع بعض عشان يظهر لي كل البيرف انترفالز بتاعتي. وممكن برضو في خلال الويل سيكشن زي الويل سيكشن ويندو اللي كان في بتريل اللي انت تعرض بقى اي بروبرتي موجودة عندك زي مثلا البيرم اكس زي البروستي وهكذا. ودي هتساعدنا كتير ان شاء الله قدام لما بنحط بير جديد مثلا، اللي احنا ممكن نختار البيرف انترفالز بتاعته وفقا للداتا اللي احنا هندخلها هنا ان شاء الله. وبكده نكون بفضل الله النهارده دخلنا الداتا بتاعتنا سواء كانت برودكشن داتا او البرفوريشنز. وبكده تكون الخطوة دي خلصت، واشوف حضراتكم على خير بمشيئة الله في الخطوة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.